في تصريح خاص لقناة بين سبور القطرية، أوضح وزير الشباب والرياضة الجزائري أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف قدمت طلبا لبلاده بشأن قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي طالب بتوفير رحلة مباشرة إلى قسنطينة. وأضاف الوزير أن رد السلطات الجزائرية على طلب الكاف سيكون في غضون 24 ساعة. وكان رشيد أوكالي رئيس لجنة تنظيم شان الجزائر 2023 صرح في ندوة صحفية عقدها الأربعاء وقال إن دفتر الشروط الخاص بالتظاهرات الرياضية مثل بطولة إفريقيا للاعبين المحليين ينص على أن مستضيف المنافسة ملزم بتأمين تنقلات وفود المنتخبات المشاركة داخل التراب الوطني فقط، كأن يتنقل من العاصمة إلى قسنطينة أو وهران أو عنابة أو العكس، وأنه لا توجد عبارة توفير خط جوي مباشر، موضحا أن أغلبية المنتخبات المشاركة ستحل وتنتقل إلى الجزائر قادما من بلد آخر وليس عبر خط جوي مباشر ينطلق من بلدها. واختتم رئيس لجنة تنظيم شان الجزائر بأن هيئته تلتزم باستقبال حار للمنتخبات المشاركة وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة حتى تكون ظروف الإقامة جيدة بالجزائر، وذلك بمجرد قدومها إلى أرض الوطن. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك مع تفعيل الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالخبر. شكرا على المتابعة.